موجود في السوق وسعره كويس جدا وعلى قد اليد. سعره رخيص وده الموسم بتاعه. طول ما هو موجود في السوق وانا بحب اعمل الوصفة دي جدا، بعشقها وبحبها جدا جدا. هنعملها النهارده بطريقة بسيطة ولذيذة، بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، ولايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك. ولو مرة يشوف قناتي يعني اسمي سما عمر. هنعمل النهارده بطاطا بالبشاميل حلوة قوي، مسكرة ولذيذة وخفيفة. معايا هنا حوالي كيلو من البطاطا، او حسب اللي انت عايزاه. بقشرها كده وبقطعها علشان هسويها. طبعا انا بسويها عملتها معكم قبل كده السنة اللي فاتت. بسويها بطريقة بسيطة وسهلة، ومش بتاخد سوا خالص. يعني اقل من دقيقتين 3 تبص تلاقيها طريت. اهي بقطعها بالطريقة دي كده. بجيب حلة بحط فيها البطاطا، بحط فيها معلقتين 2 بس من السكر، وبعدين حطيت كمان معلقة صغيرة من القرفة الناعمة، بس ما نسيت اقولكوا عليها او اصورها. المهم بهدي النار عليها خالص وبسيبها تستوي مع نفسها 3 دقايق وبتستوي. تمام. لحد ما البطاطا استوت هنعمل البشاميل بتاعنا، اللي هو عبارة عن 4 معالق من الدقيق، عليهم 3 معالق كبار من السمنة او الزبدة، وبدلنا نشوح فيهم كده دقيقتين لحد ما الدقيق ده يتشوح معانا تماما. وبص للي ريحة كده طلعت، يستوي كويس جدا. شايفين بدأ يقلب وريحته تطلع معانا. وتشوحيه دقيقتين 3 وما تستعجليش عليه. بنزل بالحليب بتاعه شوية بشوية. دول خدوا معايا قد ايه؟ خدوا معايا 3 كوبايات من الحليب. تمام. طبعا ايدي شغالة ومستمرة في التقليب علشان ما يعملش اي تكتلات معايا ويكلكع. حطيت هنا كان عندي كده مكعبين او مكعب ونص من الشوكولاتة البيضاء، وده اختياري. مش عندك ما فيش مشكلة، ده اختياري. كانت عندي فايضة فقلت احطها على البشاميل. حطيت كمان فانيليا. والسكر ده اختياري، بتظبطي انت السكر بتاعها حسب الحاجة اللي انت بتحبيها مسكرة او دلعة. اول ما يبدأ يغلي معانا بروح جايه شايلة البشاميل وبقى جاهز معانا وكريمي وطعمه تحفة. ادي البطاطا كمان استوت معانا جدا جدا. هرستها كده بالهراسة وخليتها ناعمة كويس جدا، مفيش فيها اي قطع مش مهروسة. جبت اي صينية بقى بايركس او اي قالب عندك، دهنته كده دهنة كده من الجناب ومن القاع سمنة كويس جدا. وبعد ما دهنته سمنة بنزل بقى بالبطاطا بتاعتي. بفردها كده اول طبقة، او تاني طبقة بحط بقى البشاميل اللي هي الكريمة بتاعتي الحلوة دي. وبسيبها تبرد شوية كده. بعد ما بتبرد دقيقتين 3 بنزلها تحت الشواية على طول، تاخد اللون الحلو اللي احنا شفناه في اول الفيديو اهو. شايفين ايه رأيكم في الجمال ده؟ حلوة كده وكريمة وطعمها لذيذ جدا. انا عن نفسي بحبها قوي قوي، وولادي طول ما في بطاطا عايزيني اعمل كل اسبوع. لو جبت بطاطا من السوق عايزين اعمل بطاطا بالبشاميل. انا عن نفسي بحبها جدا، لذيذة ومتشبعش منها اكل. طعمها حلو قوي. لازم تجربوها وتعملوها بالطريقة الحلوة دي، هتعجبكم جدا جدا. ايه رايكم؟ خطيرة خطيرة بجد. وخصوصا البشاميل الكريمي الحلو ده ما تشبعيش منه اكل. متنسوش بقى تشيروا الفيديو ده لأكبر عدد ممكن علشان يوصل لكل الناس والكل يستفاد منه. استناكم فيديو جديد. سلام عليكم.